مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت أقلي معاكم الفلافل. طبعا بهاي الطريقة بدي أقلي الفلافل بالماكينة الكعك. تعالوا نشوف كيف بقليها، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. ولا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة فضلا. وهي عندي أنا هون عجينة الفلافل جاهزة، جهزتها قبلها بوقت، وبدنا نقليها لحتى نشوف كيف بدي أقلي بهاي الطريقة. هجيب عندي هنا ماكينة الكعك أو البسكوت. طبعا هاي لازم كل ما تعملي حبتين من الفلافل هتبليها بالمية لحتى تسهل معاكي الطريقة وتطلع معاكي العجين بسهولة. هنحط العجينة بالقالب هيك، وبعدين ضغط خفيف، وهيك تقريبا جهزت. وهيك منطلعها بكل سهولة. طبعا هنروح للزيت، ويكون عندنا الزيت سخن على نار متوسطة مش عالي لحتى لا تحرق معنا الفلافل. وننزلها بهاي الطريقة بكل سهولة، بتنزل معنا وهيك بتطلع معنا بشكل القالب وردة. وهنقلي كل الكمية بنفس الطريقة. يا ريت إذا عجبك الفيديو لا تنسي تحطي لي اللايك والاشتراك. هنا صعبت علي شوية لحتى لما نزلتها، بس بالأخير نزلت. هنا هنقلي كل الكمية، وطبعا لا تنسي التقليب المستمر لحتى تتحمر من كل الجهات. هنطلعها بعد ما تتحمر، نحطها بمناديل المطبخ لحتى يمتص بواقي الزيت مثل هذا الشكل. هنقلي كل الكمية ونرجع لكم. هنا جهزناها وخلاص تمام. وإن شاء الله يعجبكم الطريقة، وإن شاء الله صحتين وعافية. وبهذا القالب عملنا هاي الكمية، سهلت علينا. وإن شاء الله صحتين وعافية، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع.